بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في الاكسرسايز رقم 16 هنا بيقول لي ان انا عندي يير حضرتك دخلتها 2014 على سبيل المثال. عايزك تقول لي ان اليير دي سنة كبيسة اللي هي ليب ولا لا. طيب، السنة الكبيسة دايما بتحصل كل 4 سنوات تقريبا. تمام، هم حددوها كده ان في شهر مثلا من الشهور بيزيد رقم واحد. تمام، فعشان كده بيكون تقريبا 4. وعلى فكرة في يعني احنا هنحلها بأبسط طريقة ان هي تكون مودولس الأربعة فقط. لأن في مثال تاني ممكن تكون ان هي بتقبل القسمة على 400 ولا تقبل القسمة على 100، بس ده حوار كبير جدا، فخلينا هنا في رقم 4 بس. طيب، لو أنا عندي السنة بتاعتي أهي يير كان المودولس بتاعه على الأربعة، المفروض لو طلع صفر يبقى دي السنة بتاعتي سنة كبيسة، عكس كده ان هي مش سنة كبيسة. اذا ده if condition ما فيهوش اي فكرة يعني. فانت هتعمل كونست وهتقول مثلا year ليب بالشكل ده. تمام، وهتحط اليير از بارامتر عندك في الفانكشن، وتبدأ ان انت تقول لو كانت اليير دي، او نستخدم الترنال او الترنالي اف. تمام، هقول هنا لو كان اليير دي موديلس الأربعة ايكوال الزيرو، المفروض الكلام ده يقول لي إن الكابتن ده أهو علامة الاستفهام، المفروض إن يقول لي إن اليير اللي حضرتك دخلتها دي مثلا إذا الليب بالشكل ده. طب عكس الكلام ده هقول له لأ يا سيدي، إن اليير بتاعتي دي بالشكل ده أهو as a variable. هقول له إن اليير، طبعا هنا أنا مش عامل باكتك. تمام، إن اليير بتاعتي دي المفروض is not أهو a leap year بالشكل ده. طيب، انا هنا عامل يعني على اكما سكريبت كده، فما فيش كيرلي براكت ولا ريتيرن، فانا هقول console.log اليير ليب، وابدا احط مثلا 2024. هيقول لي ان هي فعلا كانت ليب لان هي بتقبل القسمه كباقي قسمه على الاربعه. تمام. طيب لو انا عملت مثلا 2025 اللي انا فيها حاليا، فهي مش سنه كبيسه.